فاكر لما قلت لك إن الرباط الصليبي بيغلط غلطة مش غلطته؟ الغلطة دي بقى اسمها ال MCL الميديال كولاترال ليجامنت أو الرباط الداخلي للركبة. أول حاجة هنشرحها حركة مفصل الركبة أصلا بتتم إزاي؟ زيها زي أي حركة مفصل في الجسم ليها مكونين أساسيين، مكون من عضلات وأربطة ليهم علاقة بالثبات، ومكون عضلات وأربطة ليهم علاقة بالتحكم والقوة. يعني لو شبهنا حركة مفصل الركبة بإنها زي الباب عشان يتحرك محتاج قوة ومحتاج مفصلات داخلية وخارجية عشان تضمن إنه يفضل ثابت في مكانه وإنه يفضل يتحرك حوالين المحور المطلوب منه. بس المفصلات الداخلية والخارجية في حالة الركبة هم رباطين: اللاترال كولاترال ليجامنت الرباط الخارجي للركبة، والام سي ال الرباط الداخلي للركبة. بالمناسبة هو المعني أكتر في إصابة الرباط الصليبي. وظيفة الرباط الداخلي إنه يمنع الركبة إنها تفتح ناحية الركبة التانية أثناء التحميل. يعني حضرتك بمجرد ما رجلك تلمس الأرض وزنك يبدأ يتوسع على كل المفاصل، بيجي دور الركبة إن الرباط الداخلي يمنعها إنها تروح ناحية أختها الركبة التانية وإن التحميل يهرب لقدام. طيب أي خلل، أي ضعف، أي تحميل خاطئ بيحصل على الميديال كولاترال ليجامنت، مباشرة الركبة بتفتح للداخل والتحميل بيهرب لقدام ناحية مين؟ ناحية الرباط الصليبي الأمامي. وهنا الرباط الصليبي بيقوم بدور مش دور. إصابة الام سي ان في حد ذاتها غالبا بتحصل بسبب خبطة، وبالمناسبة هي مش كارثية، موضوعها بسيط بإذن الله بكل بساطة، لكن المشكلة الكبيرة إنك تتجاهلها وتكمل لعب وإنت عندك الإصابة. طيب إزاي بتحصل إصابة ال MCL وإزاي بيضعف ويوصل للمرحلة دي وإزاي طيب نتحكم فيه وما نخليش الرباط الصليبي يقوم بدوره؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض إن شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.